عندما تزوج هذا الصديق ذهب إليه أبوه يبارك له في بيته، وعندما جلس إليه طلب منه أن يحضر ورقة وقلم وممحاه. فقال الشاب: لم يا أبي؟ قال: احضرها. أحضر الشاب القلم والورقة ولم يجد ممحاه، فقال له أبوه: إذن اذهب واشتري لي ممحاه. مع استغراب شديد نزل الشاب وذهب ليشتري ممحاه، ثم عاد إلى البيت بعد أن اشترى الممحاه وجلس بجانب أبوه، فقال له الأب: اكتب. قال الشاب: ماذا أكتب؟ قال الأب: اكتب ما شئت. كتب الشاب جملة، فقال له أبوه: امح. فمحاها الشاب. فقال له الأب: اكتب. فكتب الشاب، فقال له أبوه: امح. فمحاها الشاب. فقال الشاب: بربك يا أبي ماذا تريد مني؟ قال له: اكتب. فكتب الشاب، فقال له: امح. فمحاها. فقال الشاب: أسألك بالله أن تقول لي يا أبي لم هذا؟ قال له: اكتب. فكتب الشاب، قال له: امح. فمحاها. ثم نظر إليه أبوه وسأله: هل لازالت الورقة بيضاء؟ هل لازالت الورقة بيضاء؟ قال الشاب: نعم، ولكن ما الأمر؟ ضرب على كتفه وقال: الزواج يا بني يحتاج إلى ممحاه. الزواج يا بني يحتاج إلى ممحاه. إذا لم تحمل في زواجك ممحاه تمحو بها بعض المواقف التي لا تسرك من زوجتك، وزوجتك إذا لم تحمل معها ممحاه تمحو بها بعض المواقف التي لا تسرها منك، فإن صفحة الزواج ستمتلئ سوادا في عدة أيام. كلام في منتهى الحكمة. حتى في حياتك احمل ممحاه، وامحي أخطاء من حولك لتستمر حياتك هادئة وسعيدة، وكن دوما صاحب القلب الذي يمحو ويسامح. وكن دوما صاحب القلب الذي يمحو ويسامح. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإذا اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب. والعاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأقاربه وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه، كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. تأمل اللسان ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، وعجبا كيف يجبر بعض القلوب، وعجبا كيف يقتل بعض القلوب، وعجبا كيف ينير الله به الدروب. فبلسانك ترتقي، وبلسانك تزف للجنة، وبلسانك تحترم، وبلسانك ترتفع عند الله بحسن خلق، وبلسانك تكون محبوبا لدى الناس، وبلسانك تنجرح وتجرح غيرك. اجعل من لسانك بلسما وروحا حسنة. اجعل من لسانك بلسما وروحا حسنة، وروحا حسنة، وروحا حسنة. خاطرة أحببت أهديها لأحبتي. إلقاء نواف ابن عبد الرحمن الجهني.